ايوه دي دعوه كده اهو، ان شاء الله قبل الفطار يا رب الزمالك ياخد الدوري يا رب. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي اكيد. قارنه سريعه من تشكيله الاهلي والزمالك، جاهز؟ جاهز يلا. مهدي سليمان ولا مصطفى شوبير؟ لا مصطفى شوبير يكسب. مهدي سليمان لسه بيرجع بقاله فتره ما بيلعبش، بس شوبير احسن. محمد ابراهيم ولا محمد هاني؟ لا محمد ابراهيم لسه الدنيا قدامه، بس هو لعيب مجتهد. بس هاني يكسب، هاني في فتره هاني فايق قوي. هاني عامل تقريبا 6 اسيست الموسم ده، ما عملهاش اصلا الفتره اللي فاتت في حياته كلها، كفايه الاوفرات اصلا. لا هاني طبعا. طب هاني ولا عمر جابر؟ لا هاني برضه، هاني فايق. عمر جابر ما بيلعبش دلوقتي، مش بيلعب. هاني يا جدعان الفتره دي احسن باك رايت في مصر، هو فايق بس. الونش ولا ياسر ابراهيم؟ لا الونش الفتره دي دايس. الونش فايق قوي في التوب ليفل بتاعه اصلا. حسام عبد المجيد ولا ياسين مرعي؟ حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد. اشمعنى حسام؟ لا هو احسن في حاجات كتير. على الاقل انت في الوقت اللي الزمالك فيه اصلا ما عندوش غير يعتبر 2 مساكين او 3. الراجل كل 90 دقيقه بيموت نفسه في الملعب، الماتش اللي بعده ما تحسش ان هو في اجهاد في تخاذل، لا ده مش بنفس الريتم. انما الاهلي عنده البديل، انت عندك البديل في الاهلي، حتى لو ياسين مرعي يريح في غيره. عندي هادي رياض، عندي بيكهام، عندك الدوري الانجليزي كله. محمود بن تايك ولا بالعمري؟ واعتقد ان دي مقارنه قويه قوي. مش مقارنه قويه وكل حاجه، بس انا لسه ما شفتش حاجه من بالعمري، فبنتايج قوي. بنتايج اثبت نفسه اقل حاجه قدام الاهلي، بس يعني مش هقول لك باقي الفرق. بالنسبه لك مين الافضل؟ بنتايج طبعا. ديانج ولا محمد اسماعيل؟ لا محمد اسماعيل ده مش مكانه يعني. لو هتقول لي مثلا شحات هقول لك عادي اقارن اتنين ببعض، بس كده اختار ديانج، ده مكانه، دي حتته اصلا. يعني انت مضطر تلعب باسماعيل عشان ما فيش حد. ظروفنا صعبه والله، حالنا يصعب على الكافر. محمد شحاته ولا مروان عطيه؟ لا ده ليه وظيفه وده ليه وظيفه، بس يعني لا ما انت عرفني المركز، يعني ديفندر ولا 8 ولا ايه الدنيا؟ 2-6. 2-6. لا شحاته طبعا، شحاته في 6 يكسب. 8 مروان احسن. مروان ما لعبش 6 اصلا، مش بتاعته. مروان يحاول يدور اللعب عادي الكلام ده كله، بس ما يلعبش 6. مش مسمار ثابت في نص الملعب يضرب ويعمل الكلام ده، لا. عبد الله السعيد ولا بن رمضان؟ صعبه دي صعبه قوي. اتنين جامدين قوي بصراحه. انا كزملكاوي المفروض اختار عبد الله، بس انا كده اصلا بن رمضان برضه. راجل جامد. اختار الاثنين. الاثنين حلوين، احسن 2 في الدوري المصري. اللي بعده عدي الدباغ ولا امام عاشور؟ ده ازاي يعني؟ الاثنين لعبوا جناح. يا عم جناح ايه؟ قضيه الدباغ فيرود. والله العظيم لعبوا جناح. ماشي عشان نجيب الجون اللي جه. بس هو مش هيلعب. لا 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 نحط مين جناح؟ يا عم انت عندك يا عم الجناحات كده انت. هو انت لو عندك كنت هتلعب عدي الدباغ؟ لا انا عندي كتير في الجناح، بس انا عشان شيكوبانزا تعبان اليومين دول. جميل. عندي ادم كايد عادي، ممكن العب فتوح عادي، ممكن العب احمد شيكو. اختار واحد فيهم اقارنه مع جناح الاهلي. اختار ادم كايد عادي. ادم كايد ولا امام عاشور؟ امام عاشور. امام عاشور طبعا. بس انا بقول لك يعني عدي الدباغ ده، يعني انت كده هتقارن بيه حد تاني، فانا هختار عدي عموما. يلا. اشرف بن شرقي ولا اخوان بزيره؟ انا ماشي الاثنين حلوين وكل حاجه، بس يعني انت بتصعبها خلي بالك والله العظيم. لا عادي انا هختار خوان بزيرة عادي، يعني بحبه لعيب جامد بصراحه. فدائي بيموت نفسه عشان الفرقه. الناس بتقول ان هو بتاع لقطه وبتاع، ماشي يا سيدي انا بتاع لقطه على الاقل الناس هتفتكرني، بس لقطه بتمنها، لقطه بجون، لقطه باسيست، مش لقطه بان انا بنام على الارض او اعيط او الكلام ده كله. زيزو ولا خوان بزيره؟ انت عايز ايه طيب؟ انت عايز ايه؟ لا اختار برضه خوان بزيرة. اللي فات مات يا زيزو، اللي فات مات يا زيزو خلاص. خوان بزيرة. ناصر منسي ولا مروان عثمان؟ لا اختار ناصر طبعا، ناصر اقوى، ناصر هداف. مروان عثمان لسه قدامه وقت، هو لعيب جامد وكل حاجه، وده اكبر دليل ان هو جامد ان هو راح الاهلي. يعني انت الاهلي بيدور على فراوده كتير، استقر على الراجل ده مثلا، فده يثبت ان هو قوي، بس لسه قدامه شويه وقت، ولسه صغير بصراحه. لسه قدامه كتير. وهو الراجل يعني ان انت اصلا بتلعب اساسي في الاهلي او بتدخل السكور عموما، فده يثبت ان انت لعيب جامد، مش سهل عموما. طب لو قارن كوميش مع عدي الدباغ مين يكسب؟ مين كوميش؟ مين؟ مهاجم الاهلي الجديد. لا اخو شيكوبونزا. لا الاثنين دول يروحوا بلدهم. اختار عدي الدباغ طبعا. عدي الدباغ يا باشا. هو الفترة دي يتفوق على كل مهاجمين الدوري المصري بالنسبة لي. كل مهاجمين الدوري المصري. بمناسبة اشتعال الدوري، مين هيكسب الدوري السنة دي؟ بص هو الاهلي هيكسب كل الفرق اللي هيلعبها والزمالك وكل حاجة، بس هي تتحدد على الأربعة اللي فوق. اللي هيوقع فرقة من اللي فوق هيبقى بيطلع سلمة ان هو يضمن ان هو بيقرب من المركز الأول بس. اتوقع برضو مين اللي هيكسب الدوري؟ الزمالك ان شاء الله. الدوري في 100 عقبة. هنعدي على الجزيرة ناخده من هناك ونروح. طب انت شايف ان بيراميدز ما يقدرش ياخد الدوري السنة دي؟
بيراميدز لعيبه مجهده من السنه اللي فاتت، مش قادره، تحس بس ان هم عاملين اداء حلو قوي في افريقيا. ما هم باصين بقى بره خلاص، تحس ان هو اكتفى في حته الدوري، هو ما بقاش عايز دوري خلاص، شاف ان افريقيا اللي احسن وكاس عالم انديه وسوبر افريقيا والكلام ده، فاللعيبه مش بتدي في الدوري زي ما بتدي مثلا في افريقيا والكلام ده كله، لا مش نفس الحاجه. تحب تقول ايه قبل ما ننهي الحلقه دي؟ كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الزمالك هياخد الدوري كده ويفرحكم كلكم يا رب. دي امنيه دي. ايوه دي دعوه كده اهو، ان شاء الله قبل